في قرية صغيرة على أطراف الصحراء، كان هناك رجل غريب يدعى عزوز، اشتهر بحكاياته الغريبة ومغامراته العجيبة. كان أهل القرية لا يصدقونه، فهو يدعي أنه يستطيع التحدث مع الحيوانات، بل ويؤكد أن لديه صديقا أفعى عملاقة يدعى سلطان. ضحك الجميع على كلامه، حتى قرر أحد الشباب أن يتحداه: إن كانت صادقا، أحضر لنا سلطان ودعه يتكلم. قبل عزوز التحدي، وخرج إلى الصحراء. بعد ساعات عاد، وخلفه أفعى ضخمة تزحف ببطء، بينما القرويون يصرخون ويركضون في كل الاتجاهات. لكن الأفعى لم تهاجم أحدا، بل رفعت رأسها وتثاءبت بصوت مرتفع، قائلة بصوت عميق: لماذا أيقظتني يا عزوز؟ كنت نائما وأحلم بأكلة لذيذة. تجمد الجميع في أماكنهم، لا يعرفون إن كانوا يهربون أم يضحكون. وقف عزوز بفخر، ثم قال: أرأيت؟ قلت لكم إنه يتكلم. لكن فجأة ضحك سلطان وقال: أنا أمزح فقط، لا أتكلم عادة، لكن عزوز وعدني ب20 فأرا إن فعل. انفجر الجميع ضحكا، وأصبح عزوز